السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكيكة في البيت بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. كيكة هتنجح معاك بالطريقة اللي انا هقولها لك ان شاء الله. كيكة هتكون ناجحة معاكم مع اي ست بيت او مع اي حد يقدر يعملها بكل سهولة في البيت بمكونات سهلة وبسيطة. تقدري تعمليها. انا الشيف محمود بعمل وصفات واكلات، تقدر تتابعني. جميلة جدا وتحفة. عندنا 3 بيضات، وعندنا كاسة الا ربع من الزيت، وكاسة الا ربع من الزبدة، وكاسة سكر مليانة كده. هنضرب المكونات دي كويس مع بعضيها. عندنا كاسة الا ربع من الحليب، وهنضرب المكونات ده كويس. نشغل عليهم المضرب. وعندنا تذكرة من الفانيليا عشان زفارة البيت كده تضيع معانا الزفارة. لو حد عنده قشر برتقال ممكن يقشره، يعني اللي هو يبشره. وعندنا 300 جرام من الدقيق متعدد الاستخدام، وواحد كيك شيف، تذكرة كيك شيف بنضيفها وبنقلبها مع الدقيق كده. وبعدين بنضرب لحد ما نوصل للقوام المطلوب اللي انتوا شايفينه ده، لا هو تقيل ولا هو خفيف، ده القوام المطلوب. وعندنا صينيه مجهزه ودهنها زيت وحاطط فيها ورقه زبده وبعدين نزلت طبعا بالكيكه بتاعتنا السايله، وخبطتها خبطتين كده، دخلتها الفرن على مسخن مسبقا على درجه حراره 180. طبعا قعدت من 30 ل 35 دقيقه زي ما انتم شايفين. عملت لها اختبار الخله كده، طلعت ما فيهاش عجين. وهنا بندوقها طبعا زي ما انتم شايفين كده، هتعجبكم. تحفة بجد والله، مش هزار. شوف الجمال والحلاوة. كيك جميلة جدا، تقدري تعمليها للبيت او تقدر تعملها لأسرتك. تحفة.